ازاي يكون معانا شخصية فيتيوبر سكرومازية تتحرك معانا بكل سهولة سواء ولد أو بنت وكمان مجانية، ويكون معانا شخصيات كتير جدا نختار بينها. علشان تعرفوا ازاي يكون معاكم الشخصيات دي تابعوا الفيديو معايا يا سكاكر، وما تنسوش تعملوا لايك وفولو للقناة قبل ما نبدأ، ويلا بينا. مبدئيا كده يا سكاكر، هو برنامج واحد بس اللي احنا هننزله، صراحة هو بينزل على اي موبايل اسمه بريزم لايف، فهنستنى لحد ما ينزل معاكم، واول ما ينزل هنفتحه عادي جدا. وطبعا طبعا طبعا لازم نسجله حساب الاول، فهنسجله حساب بقى زي ما انتوا عايزين بقى، جوجل، فيس، اي حاجة. اوكي دلوقتي هو فتح معانا، بيفتح معانا على الكاميرا، فاحنا هنختار فيتيوبر هنا من تحت هنا. ركزوا معايا بقى، دلوقتي احنا قدامنا 2 دي و 3 دي. ال 2 دي يا حبايبي مجرد صورة بس، يعني هي صورة بس هتتحرك معاكم، ولكن احنا هنختار ال 3 دي، وهبقى اشرح لكم ازاي نعمل ال 2 دي في فيديو تاني. اوكي هنختار بقى ال 3 دي، هنسيبها تحمل وتحمل 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 وتحمل. انا عارفه ان انا صوتي واطي المره دي، ولكن عشان عندي برد. الشخصيه جد، وانا عايزه اقول لكم ان دي الشخصيه الاصليه في البرنامج، ولكن هي عجباني جدا. بصوا جميلة جدا بجد، وتحريكها سلس وحلو جدا. فبصراحة يعني لو انتم حتى هتستخدموا الشخصية دي، فعايزة اقول لكم ان هي جميلة جدا وشكلها مميز. ولكن عشان نجيب الشخصيات التانية، فاحنا هندخل على علامة الاكونت اللي هي اللي فوق دي، فهنلاقوا بقى الشخصيات الأصلية التانية اللي في البرنامج. يعني البرنامج ذات نفسه فيه شخصيات أصلا. بصراحة عجباني الشخصيات اللي فيه جدا. بس عجباني كمان شخصيات الولاد عاملة ازاي، يعني اكنهم اصلا مش انمي. اوكي احنا هنحمل شخصية الولد دي، وهنحمل كمان شخصية البنوتة السكرومازية دي. وي حلوين، انا بجد عجباني الشخصيات. اوكي دلوقتي هنجيب شخصية الولد نجربها معاكم. طب تصدقوا والله حلو جدا حلو جدا. بصوا بيتكلم ازاي معايا وسالس كده، لا حلو على فكرة. هنا البرنامج ده فيه شخصيات كتير جدا ولاد. يعني انا دلوقتي هوريكم ازاي ندخل فيه شخصيات تانية، ولكن انتوا بجد الولاد عشان هم بيبقوا مظلومين في الفيتيوبر، فانتوا هتلاقي شخصيات كتير جدا تقدروا تستخدموها بجد. فيلا بينا بقى نعرف ازاي نضيف شخصيات تانية. هندخل على الموقع ده، واللي انا سايبه لكم اللينك بتاعه في البايو. هنلاقوا شخصيات كتير جدا كلها مجانيه حرفيا. وعايزه اقول لكم الشخصيات هنا اصلا مش بتخلص، يعني انت طول ما انتوا عمالين تنزلوا الشخصيات هتفضل تحمل، وشخصيات كتير جدا انتوا حرفيا هتختاروا اللي انتوا عايزينه. فاوكي احنا دلوقتي هنختار اي شخصيه عشوائيه من دولا. مثلا انا اخترت دي، فاحنا هننزل تحت كده، هنلاقي علامة بالأزرق تحت اللي هي يوز ذيس موديل. هنضغط عليها، هنتك علامة الصح، بعد هنضغط داونلود. بصراحة هنا ممكن يطلبوا منكم انتوا تسجلوا اكونت، ولكن انا كنت مسجلة تقريبا، فالموضوع مش صعب يعني. فهنستنى لحد ما تنزل الشخصية، وبعدها اول ما تنزل خلاص كده احنا ندخل على البرنامج تاني علشان ندخل فيه الملف. اوكي احنا هندخل تاني هنا على علامة الافاتار، بعدها هنرجع تاني لليمين كده، هنلاقي هنا import 3D، فهنضغط عليها. بعدها هنبحث عن الموديل اللي احنا لسه منزلينه وهنجيبه، نضغط عليه. مجرد ما بنضغط عليه خلاص هو الموديل خلاص كده اتحط في البرنامج ونقدر نستخدمه. طبعا انا استخدمت الموديل دي، كانت موديل عشوائيه وحلوه برضو سلسه، في كمان شخصيات احسن. اوكي دلوقتي اعلمكم بقى حاجه جديده كمان في البرنامج. احنا لو ضغطنا على تاني واحده اللي بعد الافاتار، هنلاقي هنا الحركات بتاعه الشخصيه، نقدر نغير فيها اي حاجه. بصوا نقدر نخليه زعلان، بيضحك، متعصب، نغير تسريح الشعر، ونغير اي حاجه. دي بقى الخاصيه دي موجوده في كل الشخصيات، تقدروا تغيروا فيها. فدي ميزه جدا، اي شخصيه تختاروها هتقدروا تغيروا التعبيرات بتاعه وشها. انا بجد عجباني الشخصيه دي جدا جدا جدا، حساسه كروازيه قوي. بصوا التعبيرات بتاعتها كيوت ازاي، تقدر تنزل الودان بتاعتها حاجه كده سكر قوي، بجد عجباني جدا. كأنها بتصيح بقى، وشخص زعلان كده بيصيح كده. بصوا تحت هنا جنب الايموشنز هتلاقوا هنا بقى الحركات بتاعت الشخصية، ودي حركات موجودة برضو في كل الشخصيات. فتقدر هنا تعمل هيلو، واو هيلو، بس هي الكم بتاعها طويل. تعمل يس، تحرك وشها. في حركات كتير جدا جميلة برضو في البرنامج، فبرضو دي ميزة جميلة جدا في البرنامج. بص بقى في كمان ايتمز، يعني حاجات جاهزة برضو نقدر نحطها زي الترابيزة دي. استنوا ازاي اكبرها. ايوه او بصوا والله شكلها حلو جدا، شكلها حلو جدا ازاي. في كمان ايتمز تانية كتير. بصوا الايتمز التانية دي ممكن تضيفوها في بقى الباك جراوند.
يعني خلفيات تانية كتير. بصوا خلفية الأوضة، ولكن لما احنا نجرب نحط أي خلفية مش هترضى لأن الشاشة بالطول. فاحنا هنقلب شاشة الفون بالعرض. استنوا بصوا هنقلب الشاشة بالعرض، الخلفية جت. هنرجع تاني نقلبها بالطول، فالخلفية هتكون شغالة عادي جدا معانا. نقدر نغير كمان الخلفية. بصوا أنا حاسة البرنامج ده هيعجبكم جدا. نقدر في حاجات كتير جدا جميلة على فكرة، التعبيرات، الحركات. فأتمنى البرنامج يعجبكم يا سكاكر. وبس كده يا سكاكر، احنا وصلنا لنهاية الفيديو. وعايزة اقول لكم انا بسجل الفيديو ده وانا عندي برد فعليا، مش قادرة اتكلم، فانتوا تلاحظوا اكيد ان صوتي متغير. انا عملت الفيديو ده بناء على طلبكم، لانكم قلتوا ان في طرق كتير اللي عملتها مش نافعة معاكم، فقلت اعمل لكم الطريقة دي. وبس كده، بما اننا وصلنا لنهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو القناة علشان يوصلكم كل جديد يا شوية سكاكر.